حبايبي الاهلاويه، جايين نتكلم النهارده على صفقه النادي الاهلي بيخلص فيها، وهي محمد حمدي لاعب ام. محمد حمدي كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو، اسمع كده الفيديو كنت قلت عليه ايه، جزء بسيط كده من الفيديو. جايب صورته ده مش هتعرف. عارف ليه؟ لان بيلعب في نادي انبي. طبعا مفيش الشهره والحوارات بتاعت الاهلي والزمالك. لما اتفرجت امبارح على ماتش فيوتشر وانبي، اللاعب ده شدني قوي. ليه؟ اللاعب ده عنده كام سنه؟ اسمه تمام محمد حمدي، بيلعب في انبي، بيلعب في نص الملعب، بيميل ناحيه الشمال، يعني ممكن يلعب باك شمال. النادي الاهلي بيخلص فيه في الوقت الحالي. محمد حمدي اصلا من ناشئين النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه عيب، مش عارف بقى ده عيب ولا دي ميزه. وانت هتقول لي هل دي عيب ولا دي ميزه؟ النادي الاهلي عنده الناشئين بتوعه بيطلعهم برخص التراب، بيطلعهم بره، لان النادي الاهلي عايز لاعب جاهز. طيب يا جدعان، انت ممكن تطلع اللاعب ده يبقى في الفريق، يبقى كويس، تديله مباراه واثنين وثلاثه ويبقى كويس وادي. تطلع ناشئ من عندك يبقى زي محمد هاني، يبقى زي رمضان صبحي، بدل ما انت بتروح تبيع الناشئ برخص التراب وتروح تشتريه بعد كده بملايين. زي ما احنا عارفين محمد شكري لاعب سيراميكا الباك الشمال، محمد حمدي لاعب بيراميدز الباك الشمال، وادي عندنا دلوقتي محمد اشرف اللي انت هتطلعه وتبيعه برخص التراب، وبعد كده هتروح تدور عليه تاني وتشتريه بفلوس كتير وتشتريه بملايين. محمد حمدي لاعب من ناشئين النادي الاهلي، النادي الاهلي باعه ودلوقتي بيدور عليه وهيشتريه بملايين. ليه؟ طلع لاعب واديله فرصه. انا عارف ان النادي الاهلي عايز لاعب جاهز لانه بيدور على البطولات، مش هيستنى ان هو لاعب هيطلع من الناشئين يصبر عليه. لا، اصبر على لاعب واتنين، دول اللي هيدولك في المستقبل. بعد كده مش هتدور على المكان ده. يعني احنا دلوقتي بندور على مهاجم، بندور على باك شمال. النادي الاهلي دلوقتي لازم له باك شمال ضروري، لان مفيش حد باك شمال في النادي الاهلي غير علي معلول، وعلي معلول من كتر المباريات بقى عنده اجهاد. فاحنا نسيبنا بقى من حته ان احنا نطلع ناشئ نبيعه وبعد كده نروح نشتريه بملايين. لا، فكر شويه وطلع الناشئ ده، خليه يلعب معاك شويه وهياخد خبره وهيأدي لك كويس في الملعب، ومش هتروح ترمي فلوس على ناشئ اصلا كان بتاعك. دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. هل النادي الاهلي ان هو يشتري لاعب جاهز احسن له، ولا ان هو يطلع ناشئ ولا اتنين يدخلهم مع الفريق الاول ويدوهم خبره ويبقوا موجودين مع الفريق الاول ونعتمد عليهم بعد كده؟ قول لي في التعليقات، هل نشتري على الجاهز ولا نطلع لاعب من الناشئين؟ يلا سلام.